السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى هنعمل شوية ملوخية تحفة. ملوخية خضارها خضار مش طبيعي. هتقولي لي الملوخية دي صبحة؟ هقول لكم لا يا جماعة، الملوخية ديت متفرزة. هنفرزها ازاي؟ هتشوفوا في الفيديو وتابعوا معايا للآخر. هتقولوا لي محشي تاني؟ هو كل مرة محشي؟ هقول لكم لا والله، الفيديو ده بقاله كتير قوي، ما بين كل فيديو وفيديو بتبقى فترة طويلة، بس الفيديوهات دي لقيتها على الموبايل فقلت أخلص منها. بس قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انزلي في الكومنتات قوليلي بتتابعيني من أنهي بلد، علشان دي حاجة هتفرحني. واعملي لايك وشير للفيديو. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا ايه؟ هنعمل شوية مكرونة. هنعمل شوية مكرونة ومع المحشي. أيوة، لأن المكرونة لماذا؟ عشان مش بيحب المحشي. نزلت بشوية زيت، حمرت شوية مكرونة. أول ما اتحمرت نزلت بصلصة الطماطم، شوية شوربة صغيرين وطماطم كتير. ليه طماطم كتير؟ علشان احنا بنحب المكرونة تبقى جوسي كده، وأكني بالظبط طبخة المكرونة. احنا كلنا بنحب المكرونة كده. وفي حلة تانية على النار هكون بحضر خلطة المحشي اللي هعملها. المكرونة تاخد غلوة، اظبط الطماطم بتاعتها والشوربة بتاعتها، الملح الفلفل الكمون، تاخد غلوة اوطي عليها خالص. حضرت المحشي اللي احنا عارفينه، خلطة المحشي اللي احنا عارفينه، اللي هي ايه؟ شوية زيت، نزلت ببصلاية فص توم صغير، ونزلت بالطماطم لحد ما اتسبكت. هنزل بالتوابل، اكون غاسلة الرز كويس اوي مصفياه، واكون غاسلة الخضار وقبلها كنا محضرين البتنجان، قورناه، نقعناه في مية بملح وصفيناه، وهنبدأ نحشي بالطريقة دي. أنا بحشي بالطريقة ديت زي ما انتوا عارفين، لما يكون الرز سخن وفي نفس الوقت يكون البتنجان مثلا كبير شوية، فمسافة ما بعمل كده بضغط على الرز فبيتحشي بكل سهولة. عشان الكمية كلها هنزلها هرصصها في قلب الحلة، وهكون طبعا محضرة الشوربة بتاعتي. هعلي النار الأول، وبعد ما تاخد غلوة هبدأ إن أنا أوطي النار لحد ما يستوي. المكرونة استوت ما شاء الله تحفة، واحنا بنحبها تبقى جوسي كده وفيها طماطم كتير. هطفي عليها وهدخل على حاجة تانية. معايا بيضتين وشوية ملح، شوية كمون، فلفل أسمر، كيس فيجيتار. الفراخ عندي كانت استوت، كانت اتسلقت واستوت. هنزل بالفراخ في قلب الخلطة ديت، وهبدأ ان انا احمرها في الزيت. بتدي كفر جميل قوي للفراخ وبتبقى طعمها روعة. المحشي دخل خد غلوة، هوطي عليه. الملوخية القمر بقى ده، القمر دي لسه طالعة من الفريزر حالا. فرزناها ازاي؟ بنفرزها بالورق بتاعها. بنجيب الملوخية بعد ما نقطفها نغسلها كويس قوي، وبعدين نصفيها. نكون محضرين مية بتغلي فيها معلقة كبيرة من الكربوناتو، وبعدين ننزلها في قلب المية غلوة واحدة ونطفي عليها. بعدين نصفيها ونحطها في الفريزر بورقها، وقبل ما نيجي نستخدمها نطلعها ب5 دقايق. ما نسيبهاش ان هي تفك قوي، حاجة بسيطة بس عشان الكبة تعرف تلف في الكبة. بعدين نضربها بالكبة، نحاول ان احنا ما نخليش الكبة تضربها جامد علشان تبقى زي المخرطة بالظبط. وبعدين هنطلعها نعملها على طول، وبتطلع بالجمال ده وبتحتفظ بلونها وخضرها بسبب معلقة الكربونات. ظبطنا الشوربة، فص توم مع التقليب المستمر للملوخية، والملح بتاعها نظبطه مع رشة من الكمون. وطبعا هنعمل التقلية بتاعتها. معلقة توم كبيرة، أول ما تدخل على اللون الذهبي هننزل عليها. أهم حاجة ما تغطيش الملوخية بعد ما تعمليها. بسم الله ما شاء الله، الأكل خلص. وبحاجات بسيطة خالص بتغيري شكل الأكل وطعم الأكل الأحسن. يعني مثلا كيزر فيجيتار ده ودى الفراخ المسلوقة لحتة تانية خالص. الملوخية فرزيها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو لايك وشير وباي باي.